السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ ايه الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا بخير. باختصار شديد النهاردة هنغير يا جماعة موتور صيني وهنركب مكانه موتور فيتنامي. تمام. هما بيقولوا فيتنامي بس هو كجودة وشغل أعلى. هل هو فيتنامي ولا لأ؟ الله أعلى وأعلم، بس كجودة طبعا أفضل من الصيني بكتير. طيب، ده موتور مروحة حائط. تمام. مبدئيا كده ده الموتور الصيني اللي موجود معانا. خلي بالكم عشان دلوقتي في السوق دلوقتي مواتير صيني الملفات بتاعتها ألمونيا واخد لون كده، واخد لون احمر. دي ما بتستحملش حاجه وبتبوظ بسرعه. وفي زيه بالظبط كده مواتير صيني برضو بملفات نحاس، تعمل حوالي 250 جنيه. انما ده احنا جايبينه ب 450 جنيه. عشان الاسعار بيجي منين؟ بيجي من محلات اللي موجوده في شارع كلود بيك، اللي هو ماسك من العتبه لحد رمسيس. ده من محل اسمه الصديق، وده متاح في اي مكان. انا جبت امبارح موتور صيني زي دوت، وللاسف انا رجعته يعني ما عجبنيش. وقلت خليني ايه في الفيتنام ادور عليه لحد ما لقيته. باختصار، انا دلوقتي هشيل ده واركب ده. هو نفس الحجم ونفس طول الاكس ونفس طول كل حاجه وكل تمام. بس انا عندي مشكله واجهتني. ايه هي المشكله؟ انا عندي في الموتور القديم عندي 5 اطراف. ال5 اطراف دول الوان مختلفه. عندي المشكله اللي واجهتني زي ما قلت لحضراتكم ان انا عندي هنا دي 5 الوان وهنا 5 الوان. الالوان طبعا مختلفه. فاي حد بيجيب موتور صيني بيجي يقوم قاصص، يقوم جايب الالوان مركبها في بعض. اهم حاجه يعرف طرف الكهرباء، دي اهم شيء. في المواتير الصيني الطرف الكهرباء لونه اسود. تمام. والثلاث الوان دول عباره عن السرعات العاليه والوسط والمنخفضه. وده اللي واصل بتاع الجريل. آه طيب، انا عندي هنا 5 الوان، بس 5 الوان مختلفين. يعني عندي هنا مثلا اللي مربوط بالابيض، اللي مربوط ده الكهرباء بتاعي. فانا اهم حاجه اعرف طرف الكهرباء عشان ما اعملش قفله وهو طاير الموتور مني. اعرف طرف الكهرباء وطرف السرعات. انا عندي هنا طرف السرعات. الموتور بيبقى عليه رسمه، هوريها لكم حالا. بس انا عندي هنا طرف الكهرباء ابيض، والاصفر والاسود والبامبا ده دور السرعات. وعندي ده خاص بالجريل. تمام، خاص بالجريل. طيب هنوصل ازاي؟ انا عندي فكره هنطبقها معاكم. انا هاجي هقص هنا. تمام. واخد الكليبسه دي معايا، لان انا عندي الجزء التاني بتاع المروحه اللي كان راكب فيها عباره عن برضه ايه زي ذكر وانتايه كده. تمام. يعني ده بيركب هنا كده لما كان الموتور موجود، بعيد بقى عن لف الاسلاك والكلام ده كله. فبيبقى العمليه شكلها افضل يعني. طيب انا لما اجي ابص كده على الظهر بتاعي زي ما انتم شايفين كده، بصوا الطرف الاسود واخد ايه؟ دي الفيشه بتاعتي اللي رايحه للكهرباء، واخد طرف ايه؟ كهرباء. وعندي السلك البني ده السلك اللي داخل على الجريل بتاع الحركه يمين وشمال واثبت والكلام ده كله. فانا عندي البني ده هيركب معايا مع اللون الاخضر هنا. تمام. وعندي الاسود هنا هيركب معايا في اللون الابيض. تمام. وباقي الالوان كل سرعه بتاعتها. طيب هعرف ان السرعات ازاي؟ معروف ان سرعات الصيني معروفه. طيب هاجي هنا اشوف السرعات بتاعه الفيتنامي. بصوا كده لو واضحه معاكم، بيقول لك ايه؟ متهيألي كده واضحة كويس. بيقول لك البلاك دي السرعة الهاي العالية، اليلو ده الوسط، البينك دي السرعة المنخفضة. ويجي هنا كده يقول لك ان طرف الكهرباء بتاعك اللون الابيض اهي. يا رب تكون واضحة. الطرف الكهرباء بتاعي يكون ايه؟ هو الابيض اهو. تمام. وعندي هنا طبعا المكثف فوق اهو، ال1.8 الكاباستور اسف اهو. تمام كده. وده عندي الجريل بتاعي، فهو بيقول لك بيوصل معاك ايه الجرين بتاعك اهو. هياخد طرف من الاطراف. طيب انا عندي ده في ميزه. المواتير الصيني اللي بتيجي الجديده كلها بيجي يعمل ايه؟ بيجي ان الجريل ده بيجي الطرفين دول بره خالص، مش جايين من جوه الموتور زي هنا كده. يعني انا عندي الموتور القديم برضو جايين من جوه الموتور. يعني بصوا كده، السلكين الاحمر دول جايين من جوه الموتور اهو، واخد بني واخد اسود من جوه الموتور. تمام. الجديد نفس الكلام بالظبط. ودي ميزه على فكره. ليه؟ في ناس ما تعرفش توصل الجريل ده عباره عن يا جماعه اصلا عباره عن موتور بتاع الحركه، بياخد طرفين، طرف اسود او طرفين عموما. هو
مش هيفرق اسود او كان اللون يعني. طرف بيروح للكهرباء مع العمومي، يعني زي مع الابيض هنا، يعني هيركب مع الابيض اللي هو ده. تمام، ده لو هو منفصل، يعني لو الجريل ده منفصل، السلكتين دول لوحدهم مش جايين من جوه الموتور، يبقى انا عندي طرفين، طرف هيركب كهرباء وطرف هيركب في الملف بتاع، او هيركب في الجزء اللي بيثبت ويحرك الحركه بتاعتي. يعني انا الجريل بتاعي بيبقى طالع منه طرفين، طرف هنا وطرف ايه للعمومي بتاع الكهرباء مع الموتور. طب انا عندي هنا الميزه ان الطرف الكهرباء بتاع الجريل طالع من جوه الموتور، ما عنديش مشكله، بالعكس دي ميزه يعني. تمام، هيقلل ربط الاسلاك والكلام ده كله. طيب هاجي اعمل ايه؟ هقص الموتور التاني وهبتدي نوصل مع بعض ونشوف الدنيا بتاعتنا هتمشي ازاي. هو طبعا وانت بتشتري الموتور لازم يجربه لك، ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم يعلم لك، يقول لك ده الكهرباء بتاعك. فانا دلوقتي عرفت الكهرباء وعرفت السرعات وعرفت ايه الجريل. تمام كده. هنقص الطرف اللي هو اللي معانا القديم ده عشان نحافظ على الشكل الى حد ما، ونوصل كل طرف بالسرعه بتاعته، ونرجع لكم تاني. دي باختصار يا جماعه ورقه بتقول التوصيله بتاعتي هتمشي ازاي. ادي الموتور الفيتنامي وادي الموتور الصيني، ممكن تاخدها سكرين شوت وتخليها معاك ايه وانت بتشتغل. طيب انا عندي هنا اللون بتاع السلك او لون الكهرباء في الموتور الصيني دايما بيبقى اسود، في 95% من الاجهزه من المواتير الصيني بتبقى لونها اسود. بيقابله في الفيتنامي اللون الابيض. وهوصل كل لون بالطرف بتاعه في الباقي. الاحمر في الفيتنامي اللي هي سرعه رقم 1 بياخد الازرق في الصيني، الاصفر رقم 2 في الفيتنامي بياخد الابيض، الاسود رقم 3 بياخد الاحمر في الصيني، والبني او الرصاصي في الصيني. تمام، لو انت عندك طالع طرف واحد من الجريل بياخد اللون الاخضر فين؟ في الفيتنامي. يعني ده لون ده الطرف بتاع الجريل اهو، ده طرف الجريل اهو، هياخد اللون البني عندي او الرصاصي عندك ايا كان. انما لو الجريل اللي طالع منه طرفين منفصلين مش طالع بضفيره واحده، يبقى طرف هياخد الابيض، طرف هياخد الابيض مع ده تاني، يبقى الابيض الكهرباء ده هيتوصل بيه طرفين، الطرف بتاع الفيشه اللي هتتحط في الكهرباء اللي هتشغل بيه المروحه، والطرف بتاع الجريل، والطرف التاني هيتوصل بالمفتاح بتاع الحركه اللي هو بيروح يمين وشمال. جميل جدا. طيب انا عندي في النقطه ديت في حاجه، الحاجه ايه هي الحاجه دي؟ ان انا عندي هنا المفتاح ده متوصل عندي اوتوماتيك، فانا مش محتاج ان انا ايه، وعندي الجريل اللي طالع منه الوصلتين بتوعه من قلب الموتور، فخلاص انا عندي طرف واحد اهو هوصله مباشره بايه، بالسلك بتاعي. فانت عندك زي ما قلنا ده طرفين، طرف بيروح للكهرباء وطرف بيجي ايه للمفتاح بتاع الحركه في المواتير الصيني. فطبعا احنا جايبين الفيتنامي فما فيهوش الكلام ده. طيب عشان ما نطولش الفيديو، يبقى احنا الفكره بتاعتنا ان هي التوصيله بتاعتنا ايه. انا طبعا لسه ما قفلتش، لسه ما عملتش اي حاجه. ادي الجريل تمام كده، وادي السرعه رقم 2 اللي هي الاسود مع اسف اللي هي السرعه رقم 3 اللي هي الاسود مع الابيض. تمام كده. ده كده الطرف الاسود ده كده يا جماعه بتاع الموتور الصيني. معلش انا اسف اتلخبطت في الالوان. ادي ده كده الجريل بتاعي اهو، ده الجريل بتاعي الطرف البني مع الاخضر، ده الطرف البني، ده ادي الجريل اهو. عندك احنا قلنا السلك الازرق مع اللون الاحمر، السلك الازرق مع اللون الاحمر اهو، السلك الازرق في الصيني مع الاحمر او البامبا في ايه، في الفيتنامي. الابيض ده الفيتنامي وده الصيني. تمام اهو. طيب اللون الابيض في الصيني مع اللون الاصفر في الفيتنامي، وبعد كده اللون الاحمر في الصيني مع اللون الاسود في الفيتنامي. تمام كده. وعندي هنا الجريل زي ما احنا قلنا. يبقى انا عندي كده لو جينا رجعنا على الورقه او نشتغل بدماغنا، الاحمر في الصيني ياخد اسود فين، في الفيتنامي. عندي الابيض في الصيني ياخد اصفر في الفيتنامي، الازرق في الصيني ياخد الاحمر او البامبا في الفيتنامي، والتاني اهو. طبعا هقفل بشيكرتون او شرينك. تمام، وارجع لكم تاني نجرب مع بعض ايه المروحه. طب قبل ما اقفل المقطع ده، في هنا العصفوره بتاعه الموتور، في اللي هي الجزء الخاص بالحركه اللي هي دي العصفوره دي، كنت هنسى اقول لكم عليها. العصفوره دي الموتور الفيتنامي بيجي من غيرها، اللي هي بتركب في ظهر ايه الجريل بتاعي. فدي بيبقى جاي معاها، بتبقى راكبه هنا كده ببنز. تمام، البنز ده بيبقى جوه كده. تمام اهو،
بس طبعا بيبقى داخل الاخر، فانت بمسمار رفيع او حاجه تدق عليه يطلع، تشده بزراديه وتقوم طالع ايه العصفوره بتاعتك دي، تركبها ايه الناحيه التانيه، وتحط برضو البنز بتاعك وتدق عليه لحد ما يوصل ايه ويقفل معاك. وده طبعا المسمار انا ربطه عشان ما يضيعش بتاع ايه دراع الحركه. هنخلص ونوريكم ايه الخطوه دي دلوقتي. زي ما انتم شايفين قفلنا كل لون باللون بتاعه، تمام. بشرينك، وبنفس الوقت بشي كرتون لزق اللي هو بتاع الكهرباء، تمام. ادي الجريل وادي السرعات بتاعتي، تمام. كل لون باللون بتاعه. كل ما عليا ان انا دلوقتي هركب الموتور واوصل الكليبس ده في قلب ده ونجرب مع بعض. واركب العصفوره بتاعتي اللي انا قلت لكم عليها وارجع لكم تاني. انا كل ما عليا ان انا بحطها، تمام، هي بيبقى ليها زي فتحه كده، واركب ايه البنز بتاعي من هنا عشان يمسك ايه العصفوره. هركب وارجع لكم عشان بس الفيديو ما يطولش. هي كده الفكره وضحت، والفكره بقت يعني متهيألي بقت سهله. الورقه تاني هي عشان لو حد عايز ياخدها سكرين شوت، تمام. كل لون باللون المختص ليه، تمام. تاني كده واضحه كويس اهي، بعدها شويه، تمام. الصيني مع الفيتنامي، وان شاء الله نجرب مع بعض تطلع التجربه ايه باذن الله ناجحه. كده يا جماعه احنا ركبنا الموتور اهو، تمام. بس لسه ما قفلناش كله يعني، وقفلنا هنا الدنيا تمام. ادي الوصله بتاعتنا اهي، وادي هنا السلك القديم اللي احنا لفيناه بشي كرتون. هنجرب مع بعض. ادي سرعه 1، سرعه 2، سرعه 3. وانا عندي اهو مفتاح الجريل. نجرب الموتور يلف معانا. ثبت. ده كان الفيديو باختصار النهارده. طبعا هنجمع المروحه ونخلصها. ده كان الفيديو باختصار عن طريقه ترتيب الالوان. يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.